السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك يا زملكاوية. ماتش صعب 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 والحمد لله ربنا كرمنا فيه. اللعيبة كانوا رجالة قوي 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 قوي. الشوط الثاني فيه تدني في الأداء بصراحة شوية وعشوائية، لكن في الآخر خرج معتمد جمال بفضل الله سبحانه وتعالى باللي هو عايزه من الماتش، نتيجة إيجابية جدا مع فرقة هجومية منظمة جدا جدا جدا، وفيهم لعيب أنا من أيام قاسي سعيد، من أيام الحاجات بتاعت عادل عبد الواحد والحاجات، ما شفتش وينج بالمهارة دي بصراحة وبالتركيز ده. حاجة محترمة قوي قوي قوي. اللي اسمه مزيان لعيب كويس. يعني انا مش عايز اعتب على عمر جابر ومش عايز اعتب على لعيب بعينه، بس لما يبقى في لعيب زي ده كده في الملعب لازم عين كابتن معتمد تروح معاه ويلاقي له حل يوقفه. المهم مش هنخوض في تفاصيل الماتش، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. ماشيين كويس قوي قوي الحمد لله. نركز تركيز جامد زي ما متعودين، باذن الله نفرح النهارده ونبدا من بكره في التركيز لماتش العوده. بتقلقني جدا نتيجه 1-0، يعني الناس كتيره قوي مطمئنه، لكن لا قدر الله لو حصل اي تعالي او منظره وجابوا جون هتصعب الدنيا علينا، ونبدا بقى ايه، نتفتح ونهاجم بعشوائيه والكلام ده كله اللي احنا مش عايزينه. فاحنا بنحذر الرجاله، اللعيبه بتاعتنا الرجاله، وانا قاصد كلمه الرجاله دي فعلا كل معانيها، نلعب الماتش اكننا خسرانين 1-0 مش كسبانين 1-0. ننزل ونخلص ونجيب جون واتنين ونريح عشان ما نضغطش نفسينا ونعمل مجهود جامد. ومش هنقول عشان تبقى عينينا على ماتش بيراميدز بعديها، لا، احنا بنفكر ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. الماتش اللي جاي باذن الله عديناه بنسبه 70 80% او 90% باذن الرحمن، البطوله بتاعتنا باذن الله. ننزل الماتش الجاي اكننا خسرانين 1-0، لا متعادلين ولا كسبانين، لا احنا خسرانين وعايزين نعوض، دي اهم حاجه. وبزيرة لعيب تقيل قوي، يعني النهارده خروجه وربنا يستر ما تكونش الاصابه قويه، فرق كتير قوي معانا، هم عارفينه ومحافظين باتنين لعيبه بيدافعوا عليه، فكانوا دول فرقوا لما هاجموا قدام. المفروض باذن الله لازم نبقى عينينا على الفرده الثانيه، الوينج الشمال بتاعنا من اول الموسم محتاجين فرده مع بزيرة، مش هينفع الضغط كله عليه بصراحه. احمد شريف لعيب كويس قوي بس مش هو اللي هيشيل المسؤوليه لوحده. شيكو بنزا يعني ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله، ويرجع البلد ويرجع فيها حته تانية بس يبعد عننا باذن الله. اللعيبه هايله، كابتن معتمد كالعاده هايل جدا جدا. في بقى حاجه عايز بصراحه يعني ارفع لها القبعه النهارده، في اتنين لعيبه لازم اضرب لهم تعظيم سلام. حسام عبد المجيد النهارده انت حاجه فوق الروعه بصراحه، تركيز عالي واطي، بتسبق الفراوده بتاعتك وتقطع، وامتى تدافع من ورا اللعيب 10/10، مليون على 10 يا كابتن حسام بصراحه يعني. وعبد الله السعيد، يا عبد الله، الله اكبر يا ابني، الله اكبر، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، حاجه يعني فوق الوصف. ما بتتاخرش في اي حاجه، لا مجهود ولا دفاع ولا هجوم ولا اللدغه بتاعتك اللي بتعملها من لمسه واحده، مليون على 10. وكعب ناصر منسي بقى اسطوره زيه، يعني الكعب اللي عمله النهارده لبزيرة في الجون يعني حاجه برده بصراحه، لعيب. بدات اخد بالي ان انت كمان في مهاره عاليه اهو. عموما مش عايزين نبالغ في الفرحة ولا نبخس الفرحة حقها. ألف مليون مبروك. ومش هنخوض برضه في تفاصيل وفنيات، لكن أنا في رأيي مان اوف ذا ماتش حسام عبد المجيد، واللعيبة كلها يترفع لها القبعة بصراحة. معتمد يا جمال، يعني أنا بدعي لك ربنا يبارك فيك والله، زي ما أنت بتفرح الناس دي كلها كده. ومليون مبروك، ونركز إحنا فاضل معانا توتال بإذن الله 8 ماتشات، ماتش العودة، ماتشين النهائي باذن الله باذن الرحمن، وخمس متوشه في الدوري، وهنفرح ويبقى احلى موسم عدى على الواحد مليون مشجع كوره. شدوا حيلكم يا رجاله، هانت وفاضل على الحلو خطوه، وربنا باذن الله هينصركم، انتوا رجاله بصراحه. والف مليون مبروك يا زملكاويه ويا جمهور الزمالك كالعاده، تعظيم سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.